سلام ونعمة. أكيد سمعت عن قانون الأحوال المدنية الجديد أو قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. هو إيه اللي حاصل؟ هو كان إيه وبقى إيه؟ خلينا النهاردة نتكلم عن ده بالتفصيل ونوضح إيه الجديد وإيه اللي اختلف. وقبل ما أبدأ حابب أقول إن أنا مع القانون الجديد لأنه وفر زي ما بنقول كده بالإنجليزي flexibility أو مرونة في التعامل مع المشاكل، لأن المشاكل كانت كتيرة والحلول كانت قليلة، وكان في بعض الطرق للتحايل على القانون في النظام القديم علشان نلاقي حل للمشكلة ديت. يعني مثلا لو في اتنين مش قادرين يعيشوا مع بعض وما بينهم مشاكل ومفيش قرار سريع بالطلاق، بيلجأ الزوج لتغيير ملته. يعني لو أرثوذكسي بيبقى بروستانتي أو كاثوليكي علشان هناك بيكون أسهل الطلاق وبيطلقوا، وبالتالي بيحصل تحايل على القانون وعلى النظام. وساعات بيكون شهادة تغيير الملة ديت مزورة وبيكون بأرقام مالية كبيرة بتوصل ل200,000 جنيه. فبالتالي كان في مشاكل وكان في تحايلات وكان في آه يعني ما كانش في نظام متماشي مع كل المشاكل اللي موجودة دلوقتي. فبالتالي القانون الجديد تقريبا حل بنسبة 90% التحايل والمشاكل اللي كانت موجودة بحلول منطقية وبقانون واضح ولازم. طيب خلينا نبدأ كده في القانون وإيه النص بتاعه. أول حاجة بالنسبة للزواج، دلوقتي في القانون الجديد لازم يكون ملحق معاقدي لشروط الزوجين. يعني ايه؟ يعني لازم يكون في ورقة فيها زي تعاقد ما بين شرط الزواج للزوج وللزوجة، فيها تفاصيل الزواج بشكل كامل مكتوب. ده ما كانش موجود قبل كده. ونفس الكلام في الخطوبة، دلوقتي لازم يكون مكتوب في عقد الخطوبة تفاصيل الخطوبة ويكون رسمي وموثق، ولازم يكون مكتوب فيه قيمة الشبكة. وده ما كانش موجود قبل كده، لأن دلوقتي لما بيكون في طلاق بيكون في مشاكل على الشبكة، كانت كام جرام وكانت تمنها قد ايه، وهل الطرفين موافقين عليهم ولا لأ، وهي من حق مين. الكلام ده ما كانش متوضح، ولكن دلوقتي بقى شرط انه يكون متوثق ومكتوب تفاصيله في العقد. تالت حاجة بالنسبة للطلاق، وهو ده كان فيه اكبر تغيير، وده هو اكتر حل، اكتر حاجة هتعمل حلول للمشاكل اللي بعد كده. زمان او قبل القانون ده كان لازم الطلاق يكون لعلة الزنا فقط، وده كان نقطة موجودة في الأرثوذكسية بس. يعني كان في الكاثوليك وبروتستانت ما كانش فيه موضوع ان هو للزنا فقط، كان الموضوع اشمل من كده. طيب هل دلوقتي اتغير في الأرثوذكسية ما بقاش للزنا فقط وبقى لحاجة تانية؟ اه، دلوقتي بقى فيه 3 حاجات. اول حاجة الزنا باشكاله، لان ممكن يكون الزنا ليه اشكال مختلفة ومش هندخل في تفاصيل ده دلوقتي. تاني حاجة الهجر، وده بيكون متوضح بمدة زمنية معينة. يعني لو الزوج هجر زوجته او الزوجة هجرت زوجها لفترة معينة اكيد تتعدى السنة، ده بيحل ليه الطلاق. واخر حاجة هي استحالة العشرة، لو الاتنين مش قادرين يعيشوا مع بعض. وكان ابرزها موضوع استحالة العشرة، لان كان في مشاكل كتيرة جدا بتحصل ما بين الزوجين من ضرب واهانة وسب وفعلا ناس كتيرة ما تقدرش تعيش مع بعض. وده بسببها دلوقتي اتاحوا الطلاق للمسيحيين في حالة استحالة العشرة بشكل قانوني، ودي كحلول قانونية بدل التحايل. طيب التحايل كان ايه؟ كان تغيير الملة اللي اتكلمنا عنه في اول الفيديو. فدلوقتي تم غلق باب تغيير الملة تماما، وأي حد كان غير ملته بهذا السبب مش هيتاح له الدولة إنه يطلق. كمان الزواج الثاني، دلوقتي لو انت طلقت حتى لو انت مسيحي تقدر تتجوز تاني، لكن زمان أو قبل القانون دوت كان ممنوع إنك تتجوز مرة تانية. بالنسبة للميراث بقى في مساواة كاملة بين الرجل والمرأة.
بالنسبة للحضانة، قبل كده كان المفروض الأولاد بيروحوا للأم، ولو رفضتهم بيروحوا للأب، ولكن دلوقتي بيكون في تنظيم ورؤية في الاستضافة ويشوفوا الأنسب من البداية. دلوقتي بقى في الكنيسة عبارة عن تنفيذ للقانون، والقضاء عنده قانون كامل بالأمور الدينية. بقى قانون موحد عالج 90% من المشاكل، وفي حلول واقعية. أنا من وجهة نظري شايف إن أبرز التعديلات في فك والارتباط والفسخ. يعني دلوقتي عشان اتنين يتطلقوا وهم بعاد عن بعض أو مش عايشين مع بعض، فهو في لازم يكونوا بعاد عن بعض 3 سنين لو مش معاهم أطفال، و5 سنين لو معاهم أطفال. لو قعدوا الفترة ديت مش عايشين مع بعض بيحل ليهم الطلاق. تاني حاجة بطلان الزواج بسبب الغش والتدليس والزواج غير اللائق. يعني لو كان في تلاعب من البداية وفي كلام مش واضح، زي مثلا آه، موضوع الخلفة، وان ما توضحش دوت كانوا عارفين، فبالتالي ده بيتيح له انه يطلق. زي بطلان الزواج للغش والتدليس وقت الزواج. زي توسيع مفهوم الزنا الحكمي يشمل المحادثات والفيديوهات والرسائل الغير لائقة. زمان كان الزنا بمفهوم الثابت ليه، دلوقتي بسبب السوشيال ميديا والموبايلات بقى ليه مفاهيم مختلفة. زي الطلاق بسبب الإلحاد دلوقتي بقى متاح. زي إلغاء تغيير الملة كوسيلة للطلاق، ودي أهم حاجة آه كانت موجودة، بسببها كانوا بيستغلوا وبيتحايلوا على الوضع. دلوقتي مبادئ القانون الجديد هي المساواة في الميراث بين الذكور والإناث في القانون المسيحي. حل جذور المشاكل، بيهدف القانون لحل المشاكل بدلا من التحايل والتلاعب. وعايز أقول لكم إن من 60 ل70% من القضايا سيتم حلها، ودول حوالي 270 ألف قضية عالقة القانون مدهاش قرار بآه أو لأ. 270 ألف من القضايا. دلوقتي الكنائس المشاركة في القانون دوت هي الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية والسريانية والأرمن الأرثوذكس. الوضع الحالي إن كل حاجة هتاخد مسار قانوني في وزارة العدل، وبعد كده بتروح لمجلس النواب. ومتوقع إن يبدأ القانون ده يشتغل من شهر يوليو 2026، يعني بعد 3 شهور من نزول الفيديو ده. طبعا كلنا شفنا القانون الجديد ده، واعتقد هو مناسب جدا جدا للوضع. لو في اي تعليقات شايفينها مناسبة او مش مناسبة، يعني انت مع او ضد القانون، اكتب كومنت فيه رأيك، ونلتقي في فيديوهات اخرى.